الملازم مجند المنشق براء يوسف البوشي، وأبدأ مع أهلا بك سيادة الملازم. في الداخل، هل تعولون على معركة دمشق أم ثمة خيارات بديلة؟ سيدي براء، سمعت السؤال، سأقوم بإعادته مرة أخرى. برأيك في الداخل، هل تعولون على معركة دمشق أم ثمة خيارات بديلة؟ تفضل. سمعت السؤال سيدي الكريم؟ تماما. السلام عليكم أخي عامر، لك وللسادة المشاهدين عليكم السلام. تماما سمعت السؤال. تفضل. معركة دمشق أخي عامر بعد انهيار أركان النظام الرئيسية نعول عليها بشكل كبير. فمعركة دمشق الآن عبر 5 أيام من الآن معركة حاسمة على جميع أحياء دمشق وعلى الريف الدمشقي الثائر. نعم. ولكن ما نعول عليه أكثر هو حجم الانشقاقات التي تزداد يوما بعد يوم، والذي يتفسخ من خلالها جيش النظام الذي يتخذه أداة رئيسية في قمع المظاهرات وشن حملاته الهمجية على الشعب السوري الأعزل. نعم. فإذا آخر هذه الانشقاقات، أريد أن أضيف إليك هذه المعلومات إذا سمحت لي أخي طبعا عامر. تفضل. هو انشقاق العميد محمد مفلح مدير مخابرات حلب وسابقا مدير مخابرات فرع حماه، والذي كان المسؤول الأول عن مجزرة أطفال الحولة، عن مجزرة أطفال. ساعدني أخي عامر إذا كنت تستذكر معي المجزرة التي حصلت في حماه في جمعة أطفال الحرية. تماما في جمعة نعم. أطفال الحرية، والتي راح ضحيتها يوما أكثر من 176 شخصا. طيب، سؤال آخر، هل ثمت طيب براء، هل ثمت إمدادات من المدن للثوار العاصمة بحسب معرفتك؟ تماما أخي عامر. معركة دمشق هي معركة حضر لها، ولكن لم يحضر لها إعلاميا. سئلت من يومين عن هذا الحدث الذي فاجأ العالم بهذه التسارع في العمليات في دمشق. فأجبت أن المعركة كان محضر لها، ولكن لم يحضر لها إعلاميا ولم نمهد لها إعلاميا. فحصل وكان الحدث الأهم هو استهداف أركان النظام في مقر في حي الروضة الدمشقي. فسارع هذا الأحداث بشكل أكثر، وتسارعت معه الأحداث بشكل أكثر بعد هذا الحدث المهم. طيب براء، ابقى معي، أرجو أن تبقى معي. سأنتقل إلى الأستاذ فرحان. هل السيطرة برأيك على المعابر تسهم في خنق النظام وشبيحته أيضا؟ بلا أدنى شك أنها تسهم في قطع هذا النظام عن العالم الخارجي، وترفع من الروح المعنوية كما أسلفت لك لدى المقاتلين ولدى المواطنين. نحن نشهد الآن عمليات عودة منظمة للمواطنين السوريين الذين كانوا مهجرين. نعم. يعني هذا بحد ذاته يعتبر إنجازا. يعني أنت أسقطت أحد رموز السيادة لهذا النظام على حدوده الخارجية. سيتحول النظام إلى معزول من حدود الوطن الخارجية إلى محاصرته في العاصمة وبعض البؤر التي لا يزال يتمسك فيها ببعض القوة إلى نعم. أن يسقط نهائيا وقريبا جدا إن شاء الله. نعم. أستاذ فرحان، سأنتقل هذا السؤال سياسيا. ماذا تعني أستاذ دريد، ماذا تعني السيطرة على عدد من المعابر؟ كما قلت أنها تعني أن هذا النظام لم يعد له سطوة وسيطرة، لكنها ليست القضية الأهم. القضية الأهم هي أن ينتقل الصراع إلى عقر دار النظام، وأن لا يشعر النظام في طوقه الأول، طوق الحماية الأول، بأي حماية. يعني النظام الآن رئيسه وشقيق الرئيس الذين هم يحكمون فعلا ويوجهون كل الناس وكل يعني شبيحتهم إلى أن يضرب من وإلى أن يقتل من. هؤلاء الآن خائفون مرتعدون، لا يعرفون، لا وعلينا أن لا نسمح لهم باسترجاع أنفاسهم. هذا الضرب من هنا ومن هناك، من باب الهوى إلى القائم،
إلى نعم. إلى اليعربية، إلى كل هذه الأماكن، أعتقد أنها تساهم في أن يشك النظام في نفسه وفي قدرته على استرجاع قدرته على إذلال هذا الشعب. يعني بالتالي ربما على المدنيين الآن دور كبير. سأتجه بسؤال إليك براء، ما قدرة المدنيين داخل الأحياء على دعم الثوار؟ وباعتقادك أيضا ماذا تريد الثوار من السوريين في الداخل والخارج؟ سؤالك دقيق جدا أخي عامر، السؤال دقيق جدا، وأريد أن أنوه إلى هذه الفكرة بالتحديد. المدنيين لهم دور كبير، إذ بدون هؤلاء المدنيين وبدون هؤلاء الثوار والمتظاهرين لم يكن شيء اسمه الجيش السوري الحر. نعم. لم يعرف اسم الجيش السوري الحر إلا والله يا براء الصوت بقطع للأسف. من خلال هؤلاء المتظاهرين الذين ينادون صباح مساء في مظاهراتهم بأنه الشعب يريد دعم الجيش السوري الحر. أخي عامر تسمعني؟ أسمعك الآن سيادة الملازم، تفضل. تماما أخي عامر، قلت أن سؤالك جدا دقيق، لأن الفكرة الرئيسية أن الذي أوجد الجيش السوري الحر هم هؤلاء المتظاهرون وهم هؤلاء الثوار، فبدون هؤلاء الثوار لم يكن هناك شيء اسمه الجيش السوري الحر الذي ينادي به والذي ينادى به وبالمظاهرات بأن الشعب يريد دعم الجيش السوري الحر. فالجيش السوري الحر له قاعدة شعبية واسعة، ولولا هذه القاعدة الشعبية التي تدعمه، سواء يعني ما نشاهده خلال العمليات الحربية التي يقوم بها الجيش السوري الحر، وخلال عمليات المقاومة والدفاع عن المدنيين، من أخوة ومحبة بين المدنيين وبين الجيش السوري الحر، هو يعني طيب سيادة الملازم، لا يمكن وصفه. طيب ماذا يريد الثوار من السوريين في الداخل والخارج أيضا؟ نعم، سيادة الملازم، الثوار ماذا يريدون من السوريين في الداخل والخارج؟ متقطع جدا. طب ابقى مع سيادة الملازم، ربما سأعود إليك، لا أعرف إذا تبقى من الوقت في البرنامج. تسمعني الآن؟ سأنتقل بسؤال إليك أستاذ فرحان. وزير الخارجية الفرنسي دعا إلى تشكيل حكومة مؤقتة للمرحلة الانتقالية، هل هذا مؤشر على أن الجيش الحر بات يسيطر على الوضع في سوريا؟ بعجالة إذا سمحت. يعني هذا مؤشر كبير جدا إلى أن الغرب صار يعي تماما حقيقة الوضع على الأرض، وأن الجيش الحر قد بسط سيطرته على أكثر من 60 إلى 70% من الأرض السورية. نعم. وأن حكومة بشار الأسد عمليا قد أصبحت خارج التغطية. يعني نحن الآن نسأل أين هو بشار الأسد؟ نحن نتحدى أن يظهر بشار الأسد في أي مكان، إنه متوار على الأنظار، وهناك أخبار مؤكدة عن مقتل ماهر الأسد ضمن ما جرى في تفجير مكتب الأمن القومي. إن القيادة السورية السابقة يعني يجب أن نتكلم عنها بهذه الصيغة، القيادة السورية السابقة انتهت، وهذا ما يدعو المجتمع الدولي إلى المسارعة بالبحث عن صيغة لحكومة جديدة بالتعاون مع المعارضة السورية. نعم أستاذ دريد، ماذا تعلق؟ النظام ما زال لديه كثير من القوة، بحيث يعني يؤثر على الأرض ويؤثر على ويفجر كثيرا من دماء السوريين. يجب علينا أن لا نستهين بهذه القوة، لكن أن نخطط لمعركتنا أنها معركة قد تكون طويلة الأجل، ولكن أن لا يفاجئنا الانتصار إذا حدث غدا. هذه المعركة قد تطول كثيرا مع هذا النظام. نعم. لكن يمكن لهذا النظام أن ينهار كما ينهار أي بيت كرتوني. نعم. وأعتقد أن نهاية بشار الأسد لن تكون أفضل من نهاية معمر القذافي. نعم. وقد تكون بسوء نهاية تشاوشسكو الذي قضى هو وعائلته. نعم. بسبب أنه أراد أن يتشبث بالحكم ولا يقرأ قراءة التاريخ. نعم. سأعود إليك ملازم براء بسؤال لم تسمعوا، ربما كان الصوت يتقطع. ماذا يريد الثوار من السوريين في الداخل والخارج؟ بعجالة إذا سمعت سيادة الملازم. يريدون من أهالي الثوار سحب مجنديهم،
سحب المجندين من جيش النظام. سحب المجندين، نعم. الدورة 102 أخي عامر، معلومة نعم. دقيقة، عددها 90,000 وهي محتفظ فيها للشهر العاشر على التوالي. إذا تم سحب هذه الدورة لن يتبقى شيء اسمه جيش الأسد، سينهار مباشرة هذا الجيش إذا تم سحب هذه الدورة من جيش النظام. نعم، شكرا لك. المزيد من الصبر. الجيش الحر هو يأخذ الإرادة من هذا. سيادة الملازم انتهى الوقت والله، شكرا لك. اسمحوا لي في ختام قضيتنا اليوم أن أشكر ضيوفي في الاستوديو، الكاتب والصحفي الأستاذ دريد البيك، عبد الرحمن صناعي من القاهرة الكاتب والصحفي فرحان مطر، عبر سكايب من حمص النقيب باسل إدريس قائد الكتيبة 77 كان معنا والتابع للجيش السوري الحر، وأيضا الرائد المظل المنشق عن الفرقة الرابعة عمر عبيد الطراد، وأيضا كل الشكر لك الملازم براء يوسف البوشي. كنتم معنا أيها الأفاضل، انتهت حلقتنا.